وأنا ليه لازم أصلي؟ هل عشان تربيت على الصلاة ولا علشان فعلا محتاجيني؟ طب لو ما صليتش هخسر حاجة؟ وليه هي فرض عليني؟ وليه 5 صلوات؟ بس أهم سؤال فيهم، ليه لازم أصلي؟ السؤال دي مش غريب، لأن كتير منا بيصلي ولكن مش عارف بيعمل كده ليه، وده اللي نجاوب عليه في الفيديو دي. الصلاة مش مجرد حركات، دي لحظة بتوقف فيها الدنيا كلها وبتوصل قلبك بربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احنا بها يا بلال مش منه. يعني دي كانت مصدر راحة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لو كنت تعبان الصلاة راح، ولو سعيد الصلاة شكر لله، ولو تايه الصلاة دي هتكون البوصلة بتاعتك. الصلاة فرضت ليلة الإسراء، ليلة المعجزة، وده معناه إنه الصلاة معجزة. كل ما تصلي فيه وتفتكر إنه الصلاة دي فرضت في ليلة الإسراء والمعراج من الله، فأنت هتحس بيه وتعرف تخشع فيه وتكون مركز فيها جدا. ربنا فرض الصلاة عشان تحافظ على نفسك في وسط الفتن اللي في العالم حاليا، مش بس فرض، دي حماية ليك. كل ما بتصلي فيه بتقول للذنب لأ، انت بتعلن قدام نفسك ان في حاجة اكبر منك. اقسم لك بالله انه لو انت انتظمت على صلواتك كل حاجة هتتظبط معاك. لما تصحى الفجر عشان تصلي يومك بيبدأ من الوقت ديتي، وده الوقت المناسب اللي كل الدراسات العلمية بتقول إنه الوقت ديتي أفضل وقت الواحد بيبدأ فيه يومه. بتكون في حالة تركيز عالية جدا. النجاح مش بيبدأ بالكلية اللي هتخشي، النجاح بيبدأ من بداية صلاتك الفجر. الصلاة دي اعتبرها زي التوكيل بتاع التليفونات، بتروح تعمل صيانة كاملة لقلبك. لما بتصلي بتحمي نفسك من كل حاجة ممكن تبوظ حياتك، من قلقك ومن انك كنت تايه ومن اي حاجة تاني ممكن تدمر حياتك حرفيا. الصلاة بتربطك بالحياة الحقيقية مش بالمظاهر اللي بنشوفوها على النت حاليا، ودي أعظم هدية ربنا بعتها لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة. لو جيت تسألني ليه لازم أصلي هقول لك بكل بساطة: عشان أدخل الجنة. والسلام.